ايه اول حاجه جت في دماغك لما شفت العلبه دي؟ او انا اسف الكيسه دي. عم زيزو البقال اللي قدام مدرسه احمد بقى، والاماره كان بيديها لك من غير شفط. ما تستغربش عشان هحكي لك الامر. حدوته اطيب مشروب على وجه الارض. بيست في سنه 1996 ظهر في حياه كل المصريين عصير بيست عادي. ايه الفرق بينه وبين اي عصير تاني؟ فرق واحد، الشركه المنتجه العصير بيست تبعت سياسه غريبه جدا في التسويق. قالت لك انا مش هعمل اعلان، انا هخلي العصير هو اللي يفرض نفسه. بقول لك على حاجه، هغرق البلاد اللي خارج القاهره، حاجه كده في متناول المواطن المتوسط. وفعلا من يوم ما ظهر على وجه الارض لحد النهارده ما عملش ولا اعلان. امال ازاي خد الشهره الواسعه؟ حبيناه. الطعم المميز لبيست كان لازق في دماغ كل طفل وكل شاب في الوقت رغم انه ما كانش عصير بريميوم، كان حاجه كده في الطيبه. انت عارف من كتر الطيبه بتاعته مفيش حد لا من جيلي ولا من الجيل اللي قبلي ولا من الجيل اللي بعدي عرف يدخل الشفاطه من الخرم. ومع ذلك على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا شركه بيست ما فكرتش انها تغير طريقه فتح الكيس. واحد يقول لي اكيد السبب انه ما عملش اعلانات، انه ما كانش ليه منافسين. اقول لك ما حصلش. في زمنه كان في 2 منافسين اقوياء جدا، اجا واهل، والاثنين موجودين لحد دلوقتي. واختفى بيست سنه 2007 بدون اي مقدمه. وفي سنه 2023 هوب اعمل لي احلى ريمونتاج، رجع بيست بنفس الشكل مع اضافه اشكال جديده من العصير. عصير بيست هو انتاج شركه المعلبات المصريه، رغم انه ما عملش ولا اعلان. في ناس كتير شافته في دول اوروبا زي ايطاليا وامريكا وكندا، منور اللورفوف بتاعتهم هناك. اكتر طعم منجوج كان بيحبه هو الكوكتيل. وهحاول ادخل الشفاطه للمره الاخيره. لا يمكن، لا يمكن. الحل الوحيد هفضل احبك على وضعك. احكي لي كنت بتجيبه منين؟ قول لي اغرب حاجه حصلت لك مع بيست.